مش عارف هتعجبك ولا لا. خير يا بيه؟ انا عايز اخدك معايا مصر. ليه يا بيه؟ هو انا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي ليه يا بيه؟ ما انا لازم اقول ليه يا بيه، امال هقول ايه؟ هتيجي تقعدي في البيت هناك تشرفي عليه. واسيب هنا ازاي؟ ده انا ما اقدرش اسيب هنا ابدا. الحاجات اللي عملناها يا بيه مين يراعيها؟ النحل ومزرعة يا الفراخ. ستي مين اللي قالك انك هتسيبي هنا؟ انت هنا وهناك. ازاي بقى يا بيه؟ يعني وانا في مصر تكوني معايا، ارجع العزبه تكوني معايا. باختصار عايزك معايا هنا وهناك، عشان يعني تشرفي بنفسك على كل طلباتي. دي حاجة تسرني قوي يا بيه، بس بس ايه تاني؟ هنا غالي عليا قوي. يعني اغلى من راحتي؟ لا يا بيه ابدا، مين قال كده؟ انا كنت متصور ان اول ما اقول لك كده هتطيري من الفرح. انا بس كنت لا قصدي ان اخد بالي من المزرعة في غياب حضرتك. معلش، يومين هنا ويومين هناك والحكايه تمشي. امرك يا بيه. على فكره، افندم. مصر هتعجبك قوي. ادام مع حضرتك تبقى هتعجبني قوي يا بيه. شله يا بتع يا سيدة زينب ويا سيدنا الحسين. يلا 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 يا بنات، يلا يا بنتي وهي ما يلا. لك طيب يا اختي، هتسيبينها يا نعمت؟ هتوحشنا يا نعمة. يعني هو انا هروح بلاد بره؟ ده انا رايحة مصر يومين 3 في الجمعة والباقي هنا. برضه هيقطع فينا. يلا يا نعمت، البيه واقف مستنيكي بالعربية. جاية حالا. خد بالك يا فتحي من المزرعة كويس. هو انا عايز وصاية؟ خد بالك كمان كويس من البنات ومن الشغل. حاضر، قلنا حاضر. ومزرعة الفراخ شقر عليها بين الوقت والتاني، ها؟ يا اختي انا عارف شغلي كويس، انا راجل مفتح. هو يا اخواتي الكلام ده؟ اهو ربنا يوفقك على كل حال. طب يلا، البيه واقف. طب ما انا رايحة اهو. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك يا عبده. تعال يا نعمت. حد سأل عليا يا عبده؟ الأستاذ كريم من شوية سأل على حضرتك. في حد تاني؟ لا يا بيه. طيب دخل الشنط ووري نعمت اوضتها. حاضر يا بيه. واخبار الشغل ايه؟ كله كويس. جهزت لك كل حاجة وكتبت لك تقرير. عظيم. في عرض جاي لنا من تاجر كبير عايز يشتري فراخ مزرعة الدواجن. اشتريها ازاي؟ ده احنا مرتبطين. هيدفع زيادة في سعر الجملة قرشين في الفرخة. ازاي يا كريم؟ ما دام مرتبطين يبقى خلاص، لما تنتهي السنة وينتهي ارتباطنا نبقى نبحث اي عرض تاني. مظبوط، بس انا حبيت اقول لك يعني. طيب وموضوع استيراد قطع الغيار عملت فيه ايه؟ انا يهمني اول الموضوع ده بالذات، لو تم الاستيراد في ميعاد قريب يمكن تبقى صفقة كويسة. والله ما افتكرش، ربنا يستر. على كل حال هي مخاطرة منك، حاجة مش في السوق بتاتا. ايه اللي خلاك تفكر فيها؟ مش عارف. يا اخي جمد قلبك واتكل على الله. بس واجب عليا انبهك ان احتمال الخسارة اكتر كتير من احتمال انها تغطي مصاريفها. لو طلعنا كيت يبقى كويس، لا عايزين نكسب ولا نخسر. اهو اما نشوف السوق. عارف مين هنا؟ مين يا كريم؟ حامد بيه، مستنيك بقاله ساعة كده. اهلا حامد بيه. اهلا بيك يا محمود بيه. دي خطوة عزيزة يا سيدي مش باين والله. لا ازاي بقى؟ لو ما كنتش انا اللي بسأل ما تسألش ابدا. مشغول والله يا حامد بيه، انما دايما على البال والله. جاي يا سيدي اعرض عليك مشروع، مش عارف بقى هيعجبك ولا لا. لا ازاي ما يعجبنيش؟ هو انت بتقترح حاجة وحشة ابدا؟ ده احنا يسعدنا دايما نشتغل معاك. مش عايزة كلام. وعامل ايه في المزرعة؟ الحمد لله كويسة جدا يا حامد بيه. انت مش ناوي تيجي تقضي يوم معانا هناك؟ يا ريت يا محمود بيه، انا تحت امرك. لا ان شاء الله نحدد يوم قريب ان شاء الله. ها نشوف بقى المشروع. او تحت امرك. اتفضل يا محمود بيه اقرا. لا هاي المشروع ممتاز، بس انا شايف ان المشروع ده محتاج لدراسة كبيرة عشان نجيب نتيجة طيبة. بيتهيألي عايز وقت شوية. تحت امرك تحت امرك يا محمود بيه، ادرس واديله الوقت اللي انت عاوزه. وهو كذلك. نعمت فين يا عبد؟ موجودة يا سعادة البيه. انا هنا يا بيه. تعالي يا نعمت. روح يا عبدو حضر السفرة اوام. حاضر يا بيه. انا جهزتها يا بيه. تعالي بس. افندم. افتحي اللفة دي. فيها ايه دي؟ فيها فساتين تليق بمصر. ما انت جبت لي كتير قوي يا بيه. دي فساتين تليق بمصر. هلبس حاجات من بتاعة مصر. جبت لك حاجات على ذوقي تليق بيكي. كتر الف خيرك يا بيه. كتر الف خيرك انتي. ازاي بقى؟ مش عارف اقول لك ايه. انا مضطر اعترف وابصم بصوابعي العشرة ان في حاجة اسمها فال حلو، وانتي
انت فالي الحلو يا نعمة. قول الله اكبر وصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. تصدقي ان في صفقة كنت واثق انا وكريم انها خسرانة 1,000,000% تقوم تكسب مكسب لا يمكن كنا نتوقعه. ده وشك انت يا نعمة. يا بيه قلت لك قول الله اكبر الله اكبر. يا رب بحق جاه النبي يكرمك يا محمود به يا ابن حواء وادم. دعوه من قلبي يا شيخ. انا هموت من الجوع. اتفضل يا بيه الاكل جاهز. على فكرة بعد الظهر تلبسي فستان من الفساتين دي وهاخدك معايا. على فين يا بيه؟ الففك شوية في مصر. ما هو مش معقول تيجي مصر وما تعرفيش حاجة فيها غير الشقة دي. يا به ده كتير قوي عليا. انت حضرتك مشغول كان الله في عونك. اديني نزلت مع عبد واشترينا من عند البقال طلبات البيت وشفت الشارع واللي فيه. ايه يعني مش عايزاني افسحك؟ العفو يا بيه، هو احنا قد المقام؟ يا ستي مقام ايه وغيره ايه. طب اتفضل يا بيه، انت قلت انك جعان. انا هموت من الجوع. ان شاء الله عدوينك. كلامك لطيف بشكل يريح الاعصاب التلفانة. تاكسي تاكسي فاضي يا اسطى يا بتاع الياسمين. عقد فل لو سمحت. ايه رأيك بقى في القاهرة؟ جميلة وحلوة قوي، بس مال الناس كتيرة كده ودوشة قوي. كل الناس دي رايحة فين وجاية منين؟ دول مش ناس كتير، دول ملايين. الله يكون في عون الخبازين والعجانين. بيأكلوا الناس دي ازاي؟ اشمعنى يعني الخبازين والعجانين؟ لأن كل الناس لازم تاكل عيش. مظبوط. ايه رأيك تحبي تقعدي على النيل؟ يا خبر يا به، مش للدرجات. ما فيهاش حاجة. لا يا به النبي يا شيخ كفاية كده. نروح عشان تشوف شغلك. حاضر يا ستي. بس نفسي استأذن من حضرتك في حاجة واحدة. ايه؟ بكرة عايزة أروح أزور أهل الله وهاخد عم عبده معايا. طب ما انا مستعد اوصلك. يا به ما تكسفنيش كده. خلاص هنا اللي تشوفيه. صباح الخير. صباح الخير يا بيه. محمود بيه صحي؟ صحي يا بيه بس في الحمام. طيب روحي اعملي لي فنجان قهوه. حاضر يا فندم، هجيبها لحضرتك حالا. اتفضل يا بيه القهوة اهي. ايه ده مش تفتحي؟ لا مؤاخذة يا بيه لا مؤاخذة، القهوة وقعت غصب عني. انت ايه بجم غبية؟ غبية؟ جرى ايه يا كريم؟ يعني ايه غبية؟ صباح الخير يا بيه. صباح الخير. ايه في ايه؟ القهوة وقعت غصب عني يا بيه. غرقت هدومي بيها. طب وفيها ايه؟ ما توصلش انك تشتمها. ما هو يا محمود بيه لازم تحط عينيها في وشها. يعني ايه تحط عينيها في وشها يا كريم؟ غصب عنها خلاص ما حصلش حاجة. خلاص يا بيه ما حصلش اسكت حاجة. انت يا نعمة. يا بيه معلش هجيب لحضرتك فوطة مبلولة وهنضف لك هدومك. جبت معاك الأوراق؟ ايوه جبتها. ميعادنا الساعة كام؟ الساعه 9:30. طيب يلا بينا. مش هتشرب الشاي حتى يا بيه؟ لا مش هلحق يا نعمة. عبده يا عبده. ايوه يا نعمة. خد انزل اشتري الخضار واللحمة. حاضر. اسمع، خد بالك لحمة امبارح ما كانتش كويسة ابدا. تقول للجزار احنا بنشتري بفلوسنا، اذا ما اداناش اللي احنا عاوزينه فيه 100 جزار غيره. لو ما كانش هياكل محمود به احسن حاجة عنده، هياكلها لمين؟ حاضر هقول له. انما بقول لك ايه. نعم. ما بدل ما كل يوم اشتري لحمة ما نشتريها بالجمعة ونخلص زي ناس ما بتعمل. احنا مش قاعدين طول الجمعة هنا، يوم بيوم احسن. حاضر يا نعمة. روح بقى قوام عشان نلحق يومنا من اوله. في ايه يا كريم مالك؟ انا زعلان منك جدا يا محمود بيه. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عارف عملت فيا ايه الصبح عشان البنت دي اللي اسمها نعمت. هترجع تاني تتكلم عليها بالنغمة دي يا كريم؟ افرض ان انا غلطت، كان ممكن تعاتبني بعيد عنها مش قدامها كده. كان لازم اديها حقها يا كريم. والله انا خايف لا تكون هي اهم مني. ده انا بشتغل معاك بقالي اكتر من 12 سنة، عمرك ما كشيت فيا بالشكل ده. يا كريم انت اخويا وحبيبي، مش مجرد واحد بيشتغل معايا. بس واجبي اني احافظ على كرامة انسانة انا شخصيا بقدرها جدا. مش عايزك تبص لها بصة صغيرة على انها مجرد واحدة بتشتغل في بيت. لا انا عايزك تبص لها بصة اكبر من كده بكتير. ارجوك يا كريم تعتبر احترامها من احترامي بالظبط، ومش عايزك تزعل مني. امرك يا محمود بيه اللي تشوفه. عايزني في حاجة؟ لا شكرا، بس ما تنساش ميعاد العشاء مع حامد بيه. لا مش ناسي.
هروح البيت ساعتين وانزل على العشاء. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك يا فتحي، ازيك وازاي الحال في المزرعه؟ كله عال يا سعاده البيه، كله عال. إيش ايه ده كله يا نعمة؟ ايه ده كله؟ ده انت ولا قد عبانات مصر. ازيك يا فتحي وازاي البنات؟ وحشوني قوي، المزرعة كلها وحشتني. كل حاجة بخير يا ست نعمة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا سعاده البيت. اهلا بيك يا نجيه. ازيك يا نجية؟ ازيك انت يا نعمه؟ بخير الحمد لله. طلعي الشنط يا نجيه. هطلعهم انا يا بيه عشان ارتب لك حاجتك. عنك انت يا